يشوطش عليه ويشوط، لازم نعمل شكل في الاول مغاير للي في دماغ المدرب المغربي. ليه؟ لانه هيتفاجئ الارتباك ده هيبقى في صالحنا، نقدر نستثمره. يعني النهارده هدفنا الهجوم اكتر ما يكون هدفنا اللعبه الحلوه، على الاقل في البدايه. اللعبه الحلوه كتير ناس بتلعب كويس وبتتغلب، واحنا نتمنى عشان الجماهير تبقى مبسوطه ان منتخبنا يفوز، لان دي بطوله وبتتكتب في التاريخ بالظبط. لكن يكون افضل، يعني ليه ما نفوزش بالحسنيين؟ يعني ما يبقاش مثلا عندنا كسبنا البطوله نتيجة كمان وأداء. شكلنا حلو، يعني حتى ما يقولوش ايه فعلا. كسبنا بالاونطه، لان في ماتشات كتير بتكسب بالاونطه. ماتش الوداد، الوداد خد من الاهلي بطولتين افريقيا قبل كده بالاونطه، صح، اللي هو ايه، يعطلك ما يخليكش تلعب ويروح خطفك. نتيجه، هي نتيجه. المره دي ما قدرش، لانه هرجع بقى هنا الماتش ده، لانه ماتش خد اهتمام كبير جدا من الناس. احنا كان الوداد ممشينا في نفس السكه وهيوقعنا في نفس الفخ لحد ما المدرب فاق وطلع عنصر الاثاره اللي موقف المكنه بتاعت النادي الاهلي. خرج حسين الشحات في الماتش ده، ما كانش موفق وكان عصبي، والحمد لله الحكم ما طردوش رغم القانون بيقول ان هو يطرد. لما نزل احمد عبد نتكلم عليها بعد شويه اللقطه دي في الصوره. طيب احنا بقى يعني احنا طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، ولكن احنا في الفتره الحاليه بنشهد بقى تطورات كتير، مش بس في الكره المصريه، لا في الكره العربيه والعالميه وكل حته. وخصوصا انت شايف الدوري السعودي الفتره دي رايح لفين؟ الدوري السعودي بيستنسخ من الدوري الانجليزي. يعني النهارده الاداره في السعوديه هم قرروا، عايز اقول لحضرتك انه الناس بتعزو كل التطور اللي بيحصل في الدوري السعودي فقط للامكانيات. لا، في ناس كتير عندها امكانيات، الدوري القطري فيه امكانيات والدوري الاماراتي فيه امكانيات، لكن ما حدش عمل الطفره اللي عاملها الدوري السعودي، لان جنب الامكانيات في فكر وفي دعم حكومي للمساله. يعني الفلوس اللي هتدفعها السعوديه للعيبه دي فلوس كتيره جدا، لدرجه ان في ناس عندهم افكارهم اللي بيفكروها انه الفلوس دي في شباب عربي كتير جدا محتاج الفلوس دي اكتر من اللعيبه دول. لكن طبعا الاستثمار ما بيفكرش كده، الاستثمار بناء الطفرات ما بيفكرش كده، هو بيفكر انا بدفع لده فلوس كتير جدا لكن المردود عندي بيبقى عالي. كل حد بيفكر يحترم، اي حد بيفكر يحترم، لان طبعا دي وجهه نظر مستقبليه كبيره، وغير كده ان هي كمان بتعود بالفوائد الماديه وغيره. هي المشكله اللي انا اخشى على المنتخب السعودي منها هي انه لما كل الفرق بامكانياتها الماديه هتجيب النجوم دول، فالمنتخب السعودي هيضعف شيئا فشيئا. طب بس في، معلش هقاطع حضرتك، في وجهه نظر تانية بتقول انه اللعيبه السعوديين لما يحتكوا بالنجوم دي بالعكس ده ممكن يطور من ادائهم. الكلام ده لو النسب معقوله، لو حضرتك هتجيب 2 3 لعيبه في كل فرقه، انما هتجيب 5 6 والدنيا مفتوحه. طب ما خلينا ناخد مثلا من تجربه محمد صلاح. أيوه. في بدايته كان هو مستواه طول عمره ما شاء الله، بس طبعا تفرق ان هو ايه مع الوقت بيتطور. طبعا لما بدا يحتك بالفرق الكبيره زي ليفربول وهكذا، طبعا ده علم مستواه بطريقه غير طبيعيه من ناحيه المدرب ومن ناحيه اللعيبه اللي بيحتك بيهم. معلش انا لما اكون 24 ساعه قاعد مع لعيب كبير زي فيرمينيو او ماني او غيره لازم هاخد منه. طيب كويس، انا هقول لحضرتك مثال كلنا عايشينه. ليه الاهلي بياخد بطولات على المستوى الافريقي وبيطلع كاس العالم ويعمل شكل، في حين ان المنتخب بتاعنا بيعاني في معظم الاحيان، عشان ما نقولش في كل الاحيان؟ لانه الاهلي في محترفين والفريق محترف، الفريق نفسه الاداره نفسها محترفه. بالظبط. فاللعيبه المحترفه اللي بتيجي بتقوي الاهلي بيجيب كل اللعيبه اللي ناقصاه في الاماكن اللي واقعه عنده، بيجيب لعيبه محترفين. يعني علي معلول ملوش مثيل بقاله كام سنه. مثلا النهارده بيرسي تاو بيشيل الفرقه، هو اللي بيلعب الفرقه الفتره الاخيره. الاهلي